هل ستحول الباكيكة مظلوم عبدي إلى شاهين جيلو مجددا؟ يبدو أن النسيم الهادئ بين الكرد في غرب كردستان والذي كان وراء تكوينه جهود بات يتحول شيئا فشيئا إلى عاصفة هوجاء، كما أن إدارة غرب كردستان باتت تنسلخ من جلدها لتتحول إلى إدارة باكيكية، وتحول مظلوم عبدي لشاهين جيلو ليس ببعيد. فحرق مقار ومكاتب المجلس الوطني الكردي في سوريا، ورفع الغطاء عن اللقاءات والرؤى السرية لإدارة الغرب، ومواقف مظلوم عبدي مؤخرا إزاء اعتداءات الباكيكة واستشهاد أحد عناصر بيشمركة كردستان، وبالأخص آخرها حول اعتداءات بيشابور، ملاحظات وأسرار هامة ينبغي الوقوف عليها. فمواجهات بيشابور كان ضمن مخطط للباكيكة لانهيار إقليم جنوب كردستان. كانت أحداث ليلة 16 كانون الأول 2020 الهادفة للاستيلاء على منطقة سحيلة نتيجة فهم سقيم ودراسة خاطئة، فالحادث كان نافذة على أهم مخططات الباكيكة للاستيلاء على أهم نقطة حدودية في المنطقة. فمحاولات الاستيلاء على تلك المنطقة مستمرة، فالعراق من جانب وتركيا من جانب آخر في محاولات جادة لوضع يدها على هذه المنطقة، فالسيطرة عليها بمثابة السيطرة على الشريط الحدودي من معبر إبراهيم الخليل ووصولا للشنغال. فمواجهة عنيفة في موقع كهذا بالغة الأهمية والحساسية وفي وقت عصيب وواقع متقلب ليست والدة الصدفة والمفاجأة، بل هي رسالة صريحة من الباكيكة بأننا نمتلك القوة وسلطة هنا أيضا. فقد كان باستطاعة مقاتلي الباكيكة وقواتها تلك الليلة العبور من منطقة أخرى بعيدة عن نقاط المراقبة للبيشمركة، غير أنهم تعمدوا المرور من تلك المنطقة واستفزاز قوات البيشمركة أو إرسال رسالة إلى أنهم قادرون على المرور أينما شاءوا ومن أي منطقة أرادوا بحرية، ولا يقدر أحد على منعهم، أو كان الهدف إرسال الرسالتين في آن واحد. فللباكيكة باع طويل في استغلال المواقف والظروف، ما لم يتم أخذ مواقف مناوئة ومعادية لممارساتها وإظهار ردود أفعال مغايرة تجاهها، وتلتزم الصمت لدى بروز مواقف معادية. فلو عبرت تلك القوة تلك المنطقة مرة فلم تكن لتنكف عن المرور والعبور في تلك المنطقة دون أي التزامات أو احتياطات. فلو سمح البيشمركة تلك الليلة لتلك القوة الباكيكية بالعبور لتعودوا وأعادوا الكرة دون الخضوع لأي قوانين ومبادئ، وألا أصبحت تلك المنطقة ممرا لتحركاتهم العسكرية عبر الحدود. فيا ترى ما القوة التي كانت تحاول العبور تلك الليلة؟ تقول قوات حماية الشعب بأن تلك القوات كانت من شمال كردستان، غير أن الحق أن تلك القوات كانت قوات للباكيكة مختصة وخبيرة بالأسلحة الثقيلة، وضمن مخطط للباكيكة بمهاجمة البيشمركة الربيع المقبل. فهي تقوم بنقل قواتها المتمارسة من غرب كردستان لجنوبها شيئا فشيئا لكي تتعرف تلك القوات على جغرافية المنطقة جيدا لغاية الربيع، كما تحاول تهيئتهم فكريا وتحضيرهم جسديا لحربها ضد جنوب كردستان وبيشمركتها. فعندما حاولت تلك القوة عبور الحدود بطريقة غير قانونية حذرتها قوة البيشمركة ومنعتها من العبور، فصدرت أوامر من الجبل الأبيض بجنوب كردستان لا غربها لتلك القوة الباكيكية بمهاجمة البيشمركة، أي أن قرار الهجوم على بيشمركة كردستان جاءت مباشرة من الباكيكة في الجنوب. مواجهة بيشابور خلقت الكثير من المشاكل والعراقيل لقوات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في مناحي عدة. فمن جانب حاولت قوات سوريا الديمقراطية إسكات الراديكاليين من الباكيكة ضمن أطورها، ومن جانب آخر حاولت التباحث مع قوات تابعة لوزارة البيشمركة للوصول لاتفاق أخير وغلق تلك القضية. لذا لم تستطع إصدار أي تصاريح إلا بعد مرور 24 ساعة على الحادث، غير أن قوات حماية الشعب حاولت حتى في تصريحها إنكار الحقائق حول القضية وإظهارها محقة بشأنها، غير أنه ينبغي عليها أن تعلم جيدا أن التصريح لتضليل الرأي العام قد يكون سهلا ومؤثرا، غير أن القوات الدولية والتي تراقب الأحداث بواسطة الأقمار الصناعية لا تنخدع بالتصريحات وتتأثر بها، لأن قوات التحالف رأت حدوث مواجهة على الحدود خارجة عن أطر الاتفاقيات الموقعة، فأبدت موقفا حازما وعنيفا تجاه قوات قاسد وحذرتها نهائيا من تكرار حادثة مماثلة على الحدود مع إقليم جنوب كردستان، ما أجبرت قاسد على إصدار تصريح متوازن وماسك العصا من الوسط، كما أجبرتها على متابعة الأوضاع ومراقبتها عن كثب لئلا تتكرر أحداث مماثلة ومفاجئة. كون هذه القوات تتلقى دعمها من التحالف الدولي علما أنها قوات خارجة عن أطر التعاون المشترك وليست خاضعة للتحالف الدولي، ما يجعل من احتمالية تلقيها للدعم احتمالية ضئيلة إضافة لمحسوبيتها على التحالف الدولي. أظهرت
حققت أهداف بيشافور 3 نتائج هامة على الساحة، هي أولا أن حكومة إقليم جنوب كردستان حليمة وحكيمة وتنظر للأحداث بصبر متناهي، ومسألة استفزازها بالغة الصعوبة، غير أنه لو تعدى أحد حدوده معها فرد فعلها يكون عنيفا تجاه القوى البادية. ثانيا، إدارة غرب كردستان كالبككة لا تلتزم بأي حدود ولا تعرف أي معاني للوفاء والولاء والحقوق والواجبات، تفعل أي شيء من أجل مصالحها ويتوقع نقضها للعهود والمواثيق في أي وقت، وأن البككة مستعدة لطعن ظهر من يدير ظهره لها دون رحمة. ثالثا، البككة على أهب الاستعداد لوضع مشروعية غرب كردستان على المحك من أجل مصالحها الحزبية الضيقة، وأنها ترى غرب كردستان مجرد فنائها الخلفي. عملية نبع السلام العسكرية التركية والموقف الكردستاني للبارزاني وشعب غرب كردستان. النسيم الهادئ بين جنوب كردستان وغربها لم يكن واقعا مفروضا أمريكيا فقط، بل رأت إدارة الغرب أنها تستمد القوة من الجنوب وحكومة الإقليم، وأن مصالحها تتحقق من الجنوب. فحتى مظلوم عبد قال: كل الشكر للرئيس مسعود البارزاني، وبهذا المستوى اهتموا لهذا الدعم، وبالأخص بعد غزو سريكاني وجيلسبي واحتلاله، فمن قدم الدعم لغرب كردستان معنويا كان إقليم جنوب كردستان. وقد لاحظ شعب غرب كردستان أن الجنوب بمثابة سند له في المآسي، وأن الجنوب وقف ضد الاحتلال عندما سكت الجميع والتزم الصمت. فخرج البارزاني محطما طوق الصمت بأننا مستاءون من الوضع الحالي في غرب كردستان، وأننا على اتصالات مباشرة مع عدة قنوات، وسنفعل ما بوسعنا من أجل عدم تكرار المآسي والكوارث بحق شعبنا في غرب كردستان. وفي نفس الوقت خاطب ترامب مباشرة ببيان موقف معاد ضد الاحتلال. وبعد البارزاني قدم جنوب كردستان الدعم لغربها من كافة النواحي الاقتصادية والصحية وغيرها. ورغم إنكار البككة لحكومة جنوب كردستان وتأثيرها الإيجابي على الكرد عامة، فحكومة الجنوب هي الملاذ والمأوى ونبع الأحلام والآمال للكرد. فعندما يأتي كردي لأربيل ويرى علم كردستان مرفرفا على مدرسة نووية مؤسسة أخرى، ويرى مدى التطور العمراني خلال 20 سنة الأخيرة، يشعر بإحساس منعدم النظير ويخاطب نفسه بأنهم أيضا يستطيعون فعل هذا. فرغم إنكار البككة وجحودها، غير أن الفاهم الواعي يرى أن مسيرة البارزاني ونضاله ومقاومة البيشمركة وكفاحه مكسب عظيم وسند يستطيع الكرد الاعتماد والتعويل عليه. وغرب كردستان يدرك جيدا حجم المساعدات المادية والمعنوية والتعاون والتضامن من حكومة جنوب كردستان، وبالأخص بعد احتلال جيلسبي وسريكاني. فما حصل من تقاربات بين جنوب كردستان وغربها كان لكل ما مر تأثير جدي عليه، غير أن تغريدة مظلوم عبدي التي أطلقها عقب استشهاد أحد عناصر بيشمركة كردستان إثر اعتداءات وهجمات البككة وحملة حرق مقار ومكاتب المجلس الوطني الكردي والديمقراطي الكردستاني قد تحول هذا النسيم الهادئ الدافئ إلى عاصفة هوجاء تدمر كل ما بني خلال أعوام وأعوام. البككة لا تريد شخصية مظلوم عبدي، بل تريد شاهين جيلو. هنا هل نستطيع القول بأن مظلوم عبدي استسلم للبككة وتحول لشخصيته القديمة شاهين جيلو كما في السابق أم لا؟ نعم نستطيع. فقبل فترة وعندما قيم شاهين عبدي أحداث جنوب كردستان وأزمات ومشاكل البككة فيها قال: سنلتزم الحياة لو حدثت حرب هناك. فيا ترى ما الذي حصل خلال 15 أيام فقط كي يغير مظلوم عبدي موقفه وقراره؟ والسبب هو أن البككة مارست ضغوطات كبيرة عليه وعلى عامة إدارة غرب كردستان. قبل فترة قلنا مرارا وتكرارا أن مظلوم قد استقى من عيون ماء البككة وارتشف منها، ولا يستطيع التحرر نهائيا من خصائصه ونفسيته البككية، ويعلم جيدا أنه لو لم يتوجه نحو البككة مطيعا لها فسينهار لا محالة. ورأى مصلحته في التحول لشاهين جيلو مرة أخرى، وإلا فإن شاهين جيلو من أحداث العمادية، وهو يعلم جيدا أن البككة هي البادية بإطلاق النار في تلك المواجهة، وأن البيشمركة تستشهد على أيدي مسلحيها. كما يعلم جيدا أن البككة تحاول الاستفزاز لإشعال فتيل الحرب، ويدرك جيدا أنها تريد منه شاهين جيلو وليس مظلوم عبدي تحقيقا لمصالحها الحزبية، وأن يكون غرب كردستان وكرا وعشا لها، وأنها على أهبة الاستعداد للتضحية بأي كان من أجل مصالحها الحزبية. ولو استطاعت تحويله لشاهين جيلو فألف سلام ووداع على غرب كردستان.